النهارده طبعا يكتمل صفوف النادي الاهلي في التدريب. طبعا مجموعه اللاعبين اللي كانوا بيشاركوا مع المنتخب المصري المنتخب الاول النهارده بينضم طبعا محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وحمدي فتحي، كل اللعيبه طبعا اللي كانت موجوده مع منتخب مصر في مواجهه ملاوي الاخيره. ايضا النهارده بينضم للتدريب لاول مره طبعا علي معلول بعد عودته ومشاركته مع منتخب تونس. اليو ديانج اللي كان يعني اكتفى بالجانب الاستشفائي بالامس واليوم بيشارك في التدريبات الجماعيه. تبقى فقط بيرسي تاو طبعا اللي كان وصوله بالامس، ولكن يعني طبقا للبرنامج الطبي الموضوع من الدكتور احمد ابو عبله او التاهيلي. النهارده بيرسي تاو شارك في جزء من يعني الجانب الاستشفائي واكتفى بالجري حوالين الملعب، لكن غدا باذن الله يكون موجود في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. طمنك ايضا لحسين الشحات اللي النهارده بيشارك في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي طبعا بعد حاله الوفاه يعني اللي بنتقدم بخالص العزاء لحسين الشحات وفاه والده. طبعا النهارده بيشارك لاول مره، لكن يعني حاله التاثر والحزن اللي شفناها على حسين الشحات، لكن دور لاعبي النادي الاهلي اللي التفوا حوالين حسين النهارده واستقبلوه ورفعوا من روحه المعنويه اصبح واحد من العناصر المهمه جدا طبعا اللي موجوده معنا في هذه المباراه. عايز اطمنك ايضا يا استاذ ابراهيم على محمود متولي، النهارده بيشارك في جزء اخير من البرنامج التاهيلي، وباكد لك جاهزيه طبعا محمود متولي للمشاركه في المباريات مع النادي الاهلي عقب مباراه الهلال السوداني. تقدر تقول النادي الاهلي باذن الله مكتمل الصفوف في مواجهه الهلال السوداني اللي احنا لامسينه قبل انطلاق المران. حاله من الحماس الشديد جدا عند اللاعبين، الجميع بيتلهف في هذه المباراه. طبعا مستر مارسيل كولر كان عقد محاضره مع اللاعبين بالفيديو قبل انطلاق المران، اتكلم فيها طبعا على اهميه المباراه